أحلى كيكة شتوية ممكن تجربوها هي كيكة الجزر. تعالوا نعملها مع فروستنج كريمة الزبدة. هنزينها بطريقة سهلة وكيوت قوي، أنا متأكدة إنها هتعجبكم. بس قبل ما نبتدي، لو دي أول مرة تشوفوني أنا لينا، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك وشير للفيديو لو عجبكم. يلا نبتدي بالمقادير. كوبايتين دقيق، 3 جزرات، كوباية سكر أبيض، نص كوباية سكر بني أو البديل بتاعه، نص كوباية من السكر الأبيض عليه معلقة من العسل الأسود. هنقلبهم مع بعض لحد ما تبقى بتلزق وكده بقى جاهز. كوباية زيت، كوباية إلا ربع حليب، عصير نص ليمونة، 3 بيضات، معلقتين صغيرين بيكنج باودر، وتوابل عشان ندي الطعم والنكهة بتاعة الكيكة دي. 2 معلقة صغيرة قرفة، نص معلقة صغيرة جنزبيل، نص معلقة صغيرة من جوز الطيب، فانيليا، رشة ملح، واختياري ممكن نضيف نص كوباية عين جمل. الأول هبدأ بالجزر، هنبشره وفي بولة هحط البيض وعليه السكر الأبيض والسكر البني. هقلبهم بالمضرب لحد ما يتجانسوا، وبعدين هضيف الزيت. هعصر نص الليمونة على الحليب وهضيفه للخليط. هديهم تقليبة سريعة وبعدين هضيف الدقيق والبيكنج باودر والتوابل. جوز الطيب أنا بحب أطحنها فريش عشان بتدي ريحة وطعم تحفة. هقلبهم لحد ما يبقوا في قوام الكيك المعتاد. هضيف لهم الجزر وعين جمل مجروش وهقلبهم بالسباتيولا بالراحة علشان ما نطلعش الهواء منه. أهم حاجة بقى في الكيكة دي تجهيز الصينية. الكيكة دي أساسي هتلزق معاكم، عشان كده يا إما هحط ورق زبدة، ولو مش متاح هندهن الصينية نفسها بزبدة وعليها طبقة من الدقيق. هنزل الخليط في الصينية، وفي خطوة مهمة ان انا همسك الصينية واخبطها خبطتين عشان تطلع كل بابلز الهواء اللي فيها، والخطوة دي بتخلي مسام الكيك متساوية. هدخلها فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 من 30 ل 40 دقيقة، ده على حسب كل فرن. وعلى فكرة الكيكة دي لما بتستوي دايما لونها بيبقى غامق. ده شكلها لما طلعت. هسيبها تبرد شوية ويلا نحضر الفروستنج. طبقة دي اختيارية طبعا، بس انا حبيت اصورها لكم. هحتاج نص كوباية زبدة بدرجة حرارة الغرفة، 220 جرام جبنة كريمي، 2 كوباية سكر بودرة، معلقة صغيرة من الفانيليا. الزبدة لازم وأساسي إن هي تكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني هتبقى طرية لكن مش سايحة. فبولة هضيف الزبدة، هديها تقليبة بالمضرب عشان تبقى سهلة معايا، وهضيف لها السكر وهقلب لحد ما السكر يختفي. هضيف لها الجبنة الكريمي وافضل اقلبها لحد ما لونها يبقى فاتح جدا. هجيب اطباق عشان اقسم العجينة ونعرف نزين بعد كده. هجيب طبقين وفي كل طبق هحط فيه معلقتين كبار مثلا. هستخدم الوان جل عشان الون الكريمة. انا جبت اللون الاورنج والاخضر عشان نعمل بقى اشكال الجزر. الالوان دايما درجاتها ما بتبقاش واحدة، فعشان كده انا هحط نقطة نقطة حرفيا. هضيف نقطة وبعد كده اقلب، ولو لقيت ان انا محتاجة ازود تاني هعمل كده. انا حطيت من اللون الاورنج تقريبا في الاخر 4 نقط بس، حطيتهم على مقاطع. وفي اللون الاخضر تقريبا استخدمت 3 نقط. انا كيكتي بردت، طلعتها من الصينية وشلت ورق الزبدة وهبتدي اغلفها بالكريمة. اهم حاجة ان الكيكة لازم تكون باردة والكريمة كمان تكون ساقعة. هحط منها اكتر من طبقة وبعد كده هفردها واسويها كويس. هدخلها التلاجة تقريبا ساعة عشان تتماسك، وكل ما قعدت في التلاجة اكتر كل ما كانت النتيجة بتاعتها احسن. دلوقتي بقى هحط التاتش الأخيرة وهنبتدي نرسم الجزرات الكيوت بتاعتنا. أنا هستخدم القمع الصغنن ده في كيس حلواني. هحط القمع وعليها كريمة من الأورنج وهنبتدي نزين. ولما خلصت رسم الجزرات جبت كيس فيه كريمة من الخضرة عشان نعمل بقى الخطوط اللي فوق دي. أنا مش عارفة اسمها ايه بس هي بتبقى شكلها كده. المرحلة دي كانت ممتعة جدا. هي خطوة زيادة اختياري مش أساسي. لو اتبقى عندكم شوية من عين الجمل رشوه في الأماكن الفاضية. وده شكلها النهائي. بجد شكلها كان حلو قوي وكنت مبسوطة بيها جدا. تعالوا نقطعها عشان تشوفوها من جوه. بصوا عاملة ازاي وارتفاعها عامل ازاي. ريحتها كانت تحفة بجد، وطبعا لازم ادوق. وطعمها كمان كان تحفة. الكيك دي من غير طبقة الكريم فعلا جميلة، بطبقة الكريم فظيعة. الكونتراست بين ان هي كيكة طرية وفي قرمشة بتاعت عين الجمل كان مدي تيست حلو قوي. بجد لازم تجربوا الكيكة دي جنبها كوباية شاي وانسوا الدنيا كلها. اتمنى تكون وصفة النهاردة عجبتكم. جربوها واكتبوا لي رأيكم في التعليقات.